انت مانك بهذا الطريق، ما عندك عيلة، ما عندك حدا تحبه، ما عندك مستقبل، ما عندك امل. بس اكيد، ونحن جاهزين. حضرة المدعي، اعطيني دليل واحد على قتلي للمدعي بشنق حالي الأبطال الحقيقيين هن الأبطال المجهولين. طالما هالوطن في أبطال مثلك رح يعيش هالبلد ويضل. تغلب على حالك، ما لك غير تلجأ لربك. أنا بحياتي ما آمنت بالصدفة، بس بآمن إنه في قوة جمعتكم مع بعض. والصواريخ أهلا فيها، ارميهم كلهم على مماتي. ما رح اترك حجر فوق حجر يا زازا، واسكندر رح يجي مثل ما اجيت. ميماتي، ما في شي سيارة تصدم هاي المرة وتقتلها. قولوا تتربطوا. طلع على المعلم مراد، بيجي رئيس شعبة CIA وبيلف بنته وهو ما بيقتله بيخليه يضل عايش. لا تخاف من هذا الحكي، هدول ما بيحكوا شيء غير عن العنف، يا اما العنف المسلح يا اما العنف الغير مسلح. شو بده يكون فيها؟ خطفوه واخذوه. 1000 مرة حكيت مع المعلم انه نزيد عدد حراسه. بس ما فيني غمض عيني بنوب على هيك شي. ما رح اسمح لزلمة حماني انه يموت. لو اخذناه لعند الحلاق محمود اللي بحارتنا، والله شاطر كثير، كان حلق له على القليله حلاقه ما في منها. تعرفنا بالصدفة، طلعنا اثنيناتنا عم نتنفس نفس الهواء، رحت وحكيت معه وبعدها تطورت صداقتنا. عم اسمعك معلم، لو هذا كان آخر عمل إلي رح آخذ بنتك من بين ايديك، بوعدك معلم. شي بيزعل كتير. أنا هلأ لازم ناديك سيد علي ولا سيد مراد؟ شو ناديك؟ طيب هلأ في شيء أهم، قدام القاضي اوعك تفقد تركيزك وتنسى اللي بتعرفه وتبدأ تحكي شروي غروي. طيب خلينا نقول انه اللي قلته صحيح، ليش هدول الناس السيئين موجودين برا مو بالسجن؟ يعني ما بتخاف تخسرني؟ وانت ليش استخفيت فيني كل هالقد؟ وليش لصدقك؟ هلا ما رح احكي بالطب، بس اذا المريض بقي عايش رغم كل اللي صار فيه، موته مو مقدر هلا. ماضيك أسود كتير أو ملخبط شوي، ما عم تقدر تتخلص منه وبيأثر على مستقبلك. بعرف هذا الشيء عابدين، إذا ما صار مثل ما عم تقول حسابك كبير. معلم لا تشغل بالك، انا بعرف القاضي. قلت لك انه عنا واسطة كبيرة، وانا واثق من جماعتي. مو ليهرب، ليطعم اللي فوق. لو لحب للبشرية بخنقها لهالعجوز. انت شاب موهوب، شو كل الشهود اللي على حياتك ماتوا؟ وين عشت بألمانيا؟
منتظرين البارون هلا يجي. شرف يا جماعه، الاجتماع راح يبدا، تفضلوا اقعدوا محلاتكم. وإذا سكرنا الباب بوش الشباب الطايشين راح يدخلوا يدوروا على باب تاني. في شغلة مهمة لسه ما حكينا فيها منه، السجل العدلي للمرشح يلي رح يوقع عليه اختيارنا اليوم. شاكر سجله العدلي نظيف 100% وما عليه غبار، بس ممكن نعمل أي شيء أو ممكن يعلن حرب. شاكر شاب طموح وذكي بس شوي طايش، رح يوقف عن قريب. في شغلة تانية مهمة وما لازم نتجاهلها، شو مستقبلهم وشو الخدمات اللي رح يقدموها. ايه اي مزح هلا سلوى، لا تخبصي، ما في داعي تمزحي معه لكن. ومقابل الإخلاص شو؟ كل شي بدي إياه عندي. برأيك شو بطلب؟ يقتل أخوه اليوم من دون ما يرفل له جفن. ما بتعرف بكرة شو بيعمل فيك وفيني. ماما الله يخليكي بدي امزح مع عمو ميماتي، الله يخليكي قولي لي في حدا غيرنا بيقدر يمزح مع عمي؟ ملجأ للمعنفات ومأوى للمقطوعين، شو لسه في ببالكم؟ ليش لا اعملها؟ اوه تبع على لسانك سيد فكرت، يموت اللي ما بيحبه للخال. اسمي يالجين وكنيتي بولو. صار لي نسيان يالجين 30 سنة تقريبا. أنا دكتورك، علاجك رح يكون عندي وشفائك كمان عندي. لما عرفت اني انا قتلت بولوت، ليش ما قوصت براسي لموت موتة رجال؟ أنا مو رايح على مطرح، خلص اعملوا اللي بدكم إياه، ما بروح بدون ما آخذه. سيد أبو وصال، إذا فكرت تحطني بالسجن بعد دقيقتين رح يتصلوا فيك ورح تضطر تطالعني دغري. أنا بدي إياهم منك أنت يا زازا. شو صار؟ هي مات المجرم وعم تعمل خير، يعني ما في مهرب. الدولة ما بتحسن تعمل شي بدوننا، ليش مين بتكلف الدولة بشغلها الوسخ غيرنا؟ أمي ما بتجوزنا قبل ما تشوف الشهادات، يعني ما بتحب تجوز حدا. نكهت لا تعملي هيك، قولي لي شو عم تعملي؟ انت بتعرفي اني انا ما بحب هيك شغلات. بتشكرك كثير سحر، فضلك ابني رد رجع للحياة، ما رح انسى معروفك هذا بدون مقابل.
وقف السيارة رح موت دخيلك. احلف لك يمين ما بعرف وين بيته، وين ساكن ما بعرف. عزيزي مراد، اليوم بالنسبة لنا عيد رسمي وعيد وطني، لا تقول ما قال لي يا إبراهيم. سيد فكرت لو تتخرج وحدة من هدول ما شفنا شهادة وحدة من هالبنات. طيب يا أخي، نحن بنسمع كلمة الصديق وما بنبيع صديقنا ولا بنكسر كلمة. أنا بعرف كتير منيح اللي عم تعملوه أنتو واللي عم يعملوا اسكندر. اللي عملتوه لليوم صراحة أذاني كتير، بس في النهاية أشكركم على حسن انتباهكم. لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإن كنت غير مشتركين بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.